عندما يقرر الشاب والفتاة الزواج يتعاهدا على دخول القفص الذهبي سويا وإلى الأبد، لكن وفي بعض الحالات يتحول هذا القفص إلى جحيم بشع، وتنتهي العلاقة بأبغض الحلال عند الله، الطلاق. عدم التفاهم، البخل، تدخل الأهل وأسباب عديدة اعتدنا على سماعها عند الطلاق، لكن قد يكون الانفصال ناتجا عن بعض الأسباب الغريبة جدا والتي سوف نستعرضها لكم في هذا الفيديو. لكن قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل دائما بالجديد. طلاق بسبب رائحة القدمين. في حالة غريبة جدا طلبت سيدة مصرية من زوجها غسل قدميه بسبب رائحتهم المقززة، فاعتبر الزوج هذا الأمر بمثابة الإهانة فقام بضربها وتطليقها. طلاق بسبب القراءة. في مصر أيضا طلبت زوجة الطلاق بسبب حب زوجها الكبير للمطالعة وتفضيل القراءة عليها. طلاق بسبب المول. بعد أن استقلا سيارة الأجرة طلب الزوج من السائق أخذهم إلى مول معين، لكن الزوجة أصرت على الذهاب إلى مركز تجاري آخر بسبب مللها من المركز التجاري الذي يريد زوجها اصطحابها إليه، وبعد وقت من الأخذ والرد وجه الزوج لها كلمة طالق وتركها في السيارة. الببغاء يكشف السر. ذكر موقع ABC News الأمريكي خبرا مفاده اكتشاف زوجة تعرضها للخيانة بعدما سمعت الببغاء الموجود في منزلها وهو يردد كلمات مثل طلاق، كوني صبورة، أحبك، مما زرع الكثير من الشك في داخلها ليتحول الشك إلى حقيقة ولتكشف خيانة زوجها لها. طلقته بسبب ترامب. وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، وبعد 22 عاما من الحياة الزوجية السعيدة، قررت زوجة أمريكية تميل إلى الحزب الديمقراطي طلب الطلاق من زوجها الجمهوري بعدما اكتشفت أنه منح صوته في الانتخابات إلى الرئيس دونالد ترامب.